أين أنتم عشاق السينابون؟ فينكم أنتم؟ أين أنتم؟ حرفيا تحفة يا جماعة، كيكة السينابون مش معقولة، فرولة كده ورهيبة، يا نهار أبيض، تحفة تحفة تحفة. بالظبط أكني باكل السينابون رولز، ما فرقش كتير والله، ما فرق كتير نهائي. خطيرة وتحفة، والكيكة هشة ولذيذة جدا ومرتفعة معايا، وريحتها يا لهوي وهي طالعة من الفرن. سينامون يا جماعة. نقول بسم الله ونحضر مع بعض لبن وبيضتين بدرجة حرارة الغرفة وزبدة ودقيق وسكر وبيكنج باودر. وتعالوا نشوف الطريقة مع بعض. بيضتين اولا بدرجة حرارة الغرفة، بحط عليهم كوب من السكر، اي نوع سكر عندنا موجود مش هنوقف عليه، فانيليا يكون نوعها قوي، وبضربهم كويس خالص خالص لمدة 5 دقايق بالظبط علشان يعمل لي الفوم الجميل ده ويتجانسوا مع بعض. بحط حوالي دول بالظبط كوب كبير من الزبدة، انا حطيت 3/4 وضربته كويس خالص. وحطيت اللبن بتاعي حوالي كوب ونص من اللبن حليب الكامل الدسم، وضربته بالشكل ده. وحطيت ذرة ملح على الدقيق وبيكنج باودر، والدقيق عبارة عن كوبين كبار من الدقيق، يعادل للكوب الواحد 120 جرام لكوب الواحد. وبالاسبتيولا كده وبجمعهم مع بعض دقيقة علشان ما يفرولش معايا. وبكمل خفق بايه؟ بالمضرب الكهربائي. لو ما عنديش مضرب كهربائي ممكن استخدم الخلاط عادي جدا، بس عشان العجينة عندي بتتقل حبة وهو ده القوام المطلوب، فافضل طبعا المضرب الكهربائي. بعد كده بحضر الصينية بتاعتي، وبمسك ورق الزبدة كده وبكرمشه بالشكل ده، وبحاول قدر الامكان اغطي الصينية كاملا بورق الزبدة بالشكل ده علشان ما تقعش مني اي حاجة على الجوانب تتحرق مني. بالظبط كده. وبصب الخليط بتاعي وبعمل له زي هوا كده بفرغه في النص علشان لما اجي اضيف الجمال ده، اللي هو نص كوب من الزبدة الدايبة ونص كوب من السكر البني، لو موجود سكر ابيض مفيش اي مشكلة، ومعلقة كبيرة من القرفة او معلقة ونص، معلقة ونص من القرفة يفضل عشان تدينا نكهة السينابون الرائعة. بعد كده اول ما احسها بقى قوامها سايل بالشكل ده بضيفها على الوش زي ما احنا شايفين كلها، وبخلطها بخلة بالشكل ده وبدمجهم مع بعض، يعني دمج عشوائي يا جماعة. وبس كده، واحطها في الفرن على درجة حرارة 180، ونجهز الجليز الرائع بتاع السينابون، اللي هو نص كوب من اللبن السائل، ومعلقة كبيرة من الشوكولاتة الوايت شوكليت، ومعلقة كبيرة من الجبنة الكريمية، ومعلقة كبيرة سكر باودر، واخيرا معلقة كبيرة من الزبدة الدايبة. لو ما عنديش وايت شوكليت استبدلها بايه؟ استبدلها بكريم شانتيه، باي نوع ممكن يربط معايا لما اجي اضربهم. طبعا ضربتهم ما نفعش، رحت ضربهم في الخلاط عمل لي الكريمي السائل ده، واحطه في التلاجة يمسك نفسه شوية، تكون جهزت معايا الجمال والحلاوة دي. بصوا ما شاء الله، طرية موت، رهيبة، منفوخة ومرتفعة كده، والريحة يا نهار اسود يا جماعة، انا يعني نسفناها والله مجرد بس ما طلعت. جماعة ريحة السنابون والطعم بتاع السنابون الرائع اللي بيطلع من الفرن ده بيخلينا يعني تبرد تماما طبعا. وبعدين بقطعها بالشكل ده، يعني بتبرد خالص، وبحط الجليز وبقطعها بالشكل ده، وبخلي شوية كده من الجليز. بصوا عايزة اقول لكم قد ايه يعني هي ممتعة، بس هي شكلها اصلا رائع، يعني شكلها يفتح النفس، يا نهار اسود على الجمال والريحة. لا لازم تجربوها يعني، حرفيا مش هتظبط او مش مظلومة مظلومة بجد، لازم تجربوها. بخلي شوية جليز كده على جنب بعد ما سقيتها بيه، وبحط لكل خرطة كده شوية جليز اكني باكل بالظبط سينامون رولز. عايزة اقول لكم ان هي تعدت مرحلة الخطيرة، يعني لو في كلمة تانية اصعب من كده هقولها. رهيبة، حلوة، خفيفة موت، هشة ومفرولة. بصوا يا جماعة، بتاكلوا حرفيا سينابون رولز. يعني اللي مكسل يقعد يعجن ويقعد يحط الخيط ويقعد يقطع في السينابون رولز ويعمل رولز وما تظبط او ما تظبطش، بصوا دي عشاق السينابون رولز هيستغنوا عنها، لانها خفيفة جدا وسهلة تتعمل بكل سهولة. بحبكم قوي قوي قوي.